بيسألوني عنه دايما، بيقولولي راح لفين. مش بيجي ليه في حكايتك؟ مش انتوا كنتوا قريبين؟ مش ده اللي كنتوا سوا؟ شمس مع الهوا. خليك ساكت يا لساني، مش هنعمل محتوى. كنا سوا، كنا شمس وهوا. كان فاكر انه هيبقى ليا دراعي اللي اتلوى. كان وكان مالي المكان كلام، كان واخد الايام في حتة مش تمام. ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار. لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسك. محتارة قوي بجد، اللبس كله تحفة. مش عارفة بصراحة ألبس ايه. آه، أمم، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ريهام. ريهام، اتخضيت كده ليه؟ شفت عفريت ولا حاجة؟ انا ما اتخضيتش ولا حاجة. انت بتعملي ايه على الصبح؟ عادي يا سليم، بشوف لبس البس عشان انزل السوق. فيها ايه يعني؟ حاجة غريبة يعني؟ ثانية، ولا انا سمعت ده صح؟ بقول بشوف لبس البسه عشان انزل السوق. رهام، اللي بينزل السوق بيلبس اي حاجه حبيبتي. اللي بينزل السوق انا اعرف يعني ان اللي بينزل السوق ما بيلبس بقى. بصي يعني جيبه زهري على تيشيرت، على تيشيرت ابيض، على طرحه سودا، على كوتشي ابيض. اي حاجه ينزل يجيب حاجه السوق، يقضي نفسه ويرجع البيت. انت لسه بتفكري هتلبسي ايه؟ ما تلبسي اي حاجه يا رهام. لا طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لازم اكون متشيكه يعني؟ ايه ده؟ يرضيك الناس يقولوا عليا ايه؟ ما بعرفش البس وما عنديش ذوق وما عنديش هدوم؟ يا رب الصبر من عندك يا رب. يا رب. حبيبتي انت رايحه السوق، مش رايحه جرين بلازا، مش رايحه فرح. ماشي يا سليم، ما قلتش اني رايحه فرح، بس يعني ما بقاش نازله كده يعني مش لابسه حاجه على بعضها. بص يا رام، مش ناقصة على الصبح، ويعني صبر من عندك يا رب. اعملي اللي انت عايزاه ومش ناقصاكي، بس ما تلبسيش بقى فستان وبتاع وجزمة كعب ومش عارف ايه. انت مش رايحة فرح، ولا رايحة جرين بلازا، ولا حتى داخلة السينما في سان ستيفانو. انت نازلة السوق، تمام؟ الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك. ايه الجنون ده؟ عايزين البس انا بقى اي عك وخلاص وانا نازلة السوق؟ بس كده، كده انا جهزت. اجيب بقى كده البوك ولا الشنطة اللي هحط فيهم الحاجات بتاع السوق. يس، هي دي. طيب، اشوف بقى هاخد فيها ايه. اول حاجة هاخد الفلوس دي عشان اجيب حاجات كتير قوي، وناخد التليفون. بس كده. ماشي، بس كده خلاص، كده كفاية. بس كده. سليم، انا جهزت خلاص ونازلة. عايز حاجة قبل ما انزل؟ ايه؟ في ايه؟ الهدوم مش مظبوطه، متبهدله، ولا في حاجه في وشي؟ اصل انا لسه صاحيه من النوم بقى وعملت روتين كده على السريع. في حاجه مش مظبوطه، اروح اظبط نفسي. ريهام، حرام عليك يا ريهام. ريهام، هو انا مش قلت لك البسي اي حاجه؟ البسي اي حاجه يا بنتي. انت مش نازله رايحه جرين بلازا، ولا رايحه فرح، ولا حتى مسافره حبيبتي. انت نازله السوق. ايه اللي انت لابساهولي ده؟ لابسالي بقى جيبه بقى ومعرفش كعب وبص بلوزه وحلق ومتزخرف وجديد، وجايبالي بوك قد كده وحاطه فيه حاجاتها. هو ايه ده؟ ما تاخدي يا ستي البوك وتاخدي البسي عبايه ولا البسي اي حاجه زفت كوتشي اخلصي. لكن ايه اللي انت مهبباه ده؟ انت نازله السوق مش رايحه فرح. يبقى يا سليم مالكش فيه بقى، مش شغلك، وانا حر اعمل اللي انا عايزاه. ولو انا مش مبسوطه هبقى اغير لبسي ولا اغير في شكلي، ومالكش فيه. انا مش فاهمه بصراحه انت ايه مشكلتك معايا. والله يعني بجد الصبر من عندك يا رب. انا مش فاهمه انا ازاي مستحملاك كده بجد. يعني انا مش عارفه، طول اليوم بتزعق فيا على اي حاجه بجد. يعني انا مش عارفه ايه ده بصراحه. فعلا انت اللي مش مستحملاني فعلا.
كيلو طماطم ب6 جنيه، اشتري كيلو طماطم ب6 جنيه يا ست الكل. كيلو طماطم ب6 جنيه. كيلو الخيار ب25 جنيه، أحلى خيار طازة وفريش. كيلو الخيار ب25 جنيه. كيلو الموز ب30 جنيه. كيلو الموز ب30 جنيه. أسعار وخصومات. كيلو الموز ب30 جنيه. الناس اللي بتنادي يمين وشمال دي أكيد وش ده سلوق، يبقى أنا كده وصلت. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مدام، عايزة ايه؟ لو سمحت أنا كنت عايزة كيلو طماطم وكيلو بصل وكيلو بطاطس. تمام حضرتك، ثانية واحدة. تمام، كيلو طماطم. تمام. و كيلو ايه تاني معلش؟ كيلو بطاطس وكيلو بصل. تمام. وكيلو بطاطس. تمام. طيب يا مدام، البطاطس ب30 والبصل ب20، كيلو الطماطم ب5. تمام، حساب حضرتك بالظبط كده يا مدام 55 جنيه. طيب ثانية. تمام. اتفضل اتفضل. الحاجة كده مش واثق فيها، لا طلع مظبوط يعني. طيب اتفضلي الحاجة تاني. خلاص تمام، شكرا. العفو. يلا كيلو الطماطم ب5 جنيه، اشتري الطماطم ب5 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مدام. لو سمحت انا كنت عايزة بالظبط كيلو تفاح بس كده. خلاص عايزة كيلو تفاح. خلاص تمام يا مدام، كيلو تفاح بالظبط. ايه ده؟ ايه اللي بيرن ده؟ اكيد التليفون. مين اللي بيتصل عليا دلوقتي؟ عايزة اشوف. دي ماما، لازم ارد عليها لحسن يكون في حاجة. وخليني احط ده كده جوه الكيس واخد كده بتاع. طب بص، انت عب كده كيلو التفاح وانا بس هتكلم هنا جنبكم هنا، تمام؟ وهاجي على طول. ماشي. الله، هي بجد عملت كده؟ مشيت كده وسابتني انا اللي عبي؟ لا، شوية كده من ثقتها واحتل العالم. انا هنصب عليها. انا كيلو التفاح ده بالنسبة لي حاجة خطيرة. كيلو بتاع التفاح ب100، انا هاخد منها 150 اهو. عيش وملح بقى، معلش نغلي عليها شوية. قلتلها معلش بقى، انا كيلو التفاح ب150 بس كده. خلاص هنصب عليها. الو، ايوه ماما. ايه؟ عند الدكتور؟ ليه يا ماما؟ هو انا مش قلتلك ما تروحيش للدكتور من غيري؟ رحتي كمان ومشيتي؟ طب ليه يا ماما مشورتي نفسك كده؟ انت ما كنت تستني لما انا اكون معاكي يا ماما. يا ربي عليك يا ماما، لازم دايما تتعبي نفسك كده. وانا عمري شفت حد في العند كده زيك. قلتلك استني لما اكون معاكي، ورحتي تجيبي الدواء كمان، يعني كمان صرفتي فلوس زيادة. والله صدقني لما تبقي تجيلنا النهاردة اسمه ايه ده، والله لا اديكي الفلوس تاني. اقول سليم؟ ما قلتلوش، تصدقي نسيت، كنت مستعجلة اصلي رحت السوق. طيب هقوله لما ارجع. خلاص تمام ماشي، سلام. السلام عليكم. وزنتلك كيلو؟ ايوه بالظبط يا مدام، اهو
اتفضلي. أم... حسابك كده بالظبط يا مدام 150 جنيه. ايه 150؟ بس انا اخده كيلو بس مش كيلو وربع. يا مدام مش الحال بقى، الاسعار غليت حضرتك متعرفيش ولا ايه؟ وبعدين يعني 150 عشان يعني التفاح كده حلو كده وماسك نفسه مش بايظ. مم. طيب استنى. تمام اتفضل. مظبوطين. طيب بقى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هبلة وعبيطة، عرفت تضحك عليها بكلمتين. هو ده بقى اللي بنستفاده لما يجي السوق. ايه مش امهات، لا بنات متدلعين وكده ما بيفهموش اصلا في الموضوع. هو ده اللي بنستفاده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. شفت يا سليم، جبت لنا حاجات كتير قوي 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 وجايه لك اصلا بخبر تحفه النهارده. بجد انا مش مصدقه ان انا نسيت الخبر الخطير ده. استر يا رب. بتقول ايه؟ لا ما بقولش. النهارده ماما وعمو يعني ابوك يعني تمام جايين وانا عازماهم النهارده. تمام وانا عازماهم بقى وجبت لنا حاجات تحفه. هعمل لنا النهارده صينيه بطاطس اصلا باللحمه، وهعمل لنا كده فواكه وحلويات وحاجات خطيره قوي عشان اتعلمت وصفات للاكل خطيره جديده. فانا بجد متحمسه قوي عشان اعمل كده. انت متخيل عزمتهم اخيرا من ساعه ما احنا اسمه ده جينا البيت ولا عزمناهم ولا عملنا اي حاجه، حتى هما برضو ما عزموناش. بس لازم احنا نعزم الاول. نعم. في ايه يا سليم؟ وانا قلت حاجه غلط ولا في حاجه برضو في لبسي ولا في حاجه في الحاجات اللي انا جايبها؟ في ايه الهم؟ انا بجد نفسي مره تعملي حاجه يعني تاخدي فيها رايي الاول، مش تعمليها من دماغك. يعني انت قبل ما تقولي لي انك هتعزمي وقبل ما انك تعملي كل ده ليه ما سالتنيش؟ انا مش فاهم يعني ليه تعملي كل حاجه من دماغك. افرضي انا ما كنتش موجود في اليوم ده. اهو اديكي شايفه اليوم اللي انت عزمتيهم فيه النهارده ده انا مش موجود طول اليوم. انا كنت مستنيكي تيجي عشان ما اسيبش البيت كده فاضي، فقلت استنى تيجي اشوف جبتي ايه، عملتي ايه، حبيتي ايه في حياتك، صرفت قد ايه عشان ارجعهولك. لكن في الاخر تيجي تقولي لي خبر زي ده. ماشي هينورونا وكل حاجه، يعني بابا وطنط كلكم هتنورونا وكل حاجه، لكن انا مش فاهم يعني انت ليه تعزمي من دماغي؟ افرضي انا ما كنتش فاضي. انا النهارده عندي مشاوير كتير قوي. اولا الشركه قالت لي ان هم في حاجه عايزين يعملوها وان انا لازم اكون موجود. ثانيا كنت متفق اصلا مع عمر ان احنا نازلين عشان عندنا كده مشوار، وكان عندي برضه حاجات تانية كتير هعملها النهارده، وكنت رايح البنك كمان عشان اسحب لنا فلوس، اسحب القبض بتاع الشغل. لكن دلوقتي بقى هعمل كل ده ازاي وانت عزمتي خلاص؟ هعمل ايه يعني يا سليم؟ انت ما كنتش موجود، كانت ساعتها الساعة 1 بالليل يعني، وانا عارفة ان ماما بتسهر لي بالليل وعمو برضو كذلك يعني عشان ما بيجيلهمش نوم. فانا قلت ليه ما شقرش كده عليهم واسيبهم بالمرة، وجات لي الفكرة وانت ما كنتش موجود. ولما ببعت لك مسجز على اي حاجة ان شاء الله لو واتساب بقى ببعت لك على التليفون، ببعت لك على اي حاجة ايا كان ما بتردش عليا، اعمل لك ايه يعني؟ وبعدين ما كنتش هستنى لحد ما تيجي النهارده. اعزمهم ازاي؟ اليوم ابتدى خلاص، ازاي اقول لهم على صباحية ربنا انتوا معزومين عندي؟ يعني مش ممكن يكون عندهم حاجة؟ ماشي رهم، انا مش هحرق دمي عشان انا دمي اصلا محروق من صباحية ربنا. وريني الحاجات اللي انت جايباها وجبتيها اصلا بكام ومش عارف ايه، عشان بس ايه انا مش طايق نفسي، فيا رب تكوني جبتي حاجة عدلة. طيب اوكي تمام مش علاقة. طيب اول حاجة انا جبت كيلو بطاطس وكيلو بصل وكمان اسمه ايه ده وكيلو طماطم عشان خاطر اعمل بيهم البطاطس ورز. طيب ماشي استني اتفرج.
واضح ان هما فريش كده وبتاع. طيب جبتيهم بكام اهم حاجة؟ جبتهم ب55. اه البصل اسمه ده 20 والبطاطس 30 وكيلو الطماطم قال لي ب5. غريبة دي بس ماشي تمام. المهم ان هما كويسين يعني. وايه ده كمان؟ ده كيلو تفاح. كيلو تفاح من قلة الفواكه يعني، ده اغلى فاكهة اصلا. عادي يا سيدي، ما كانش مرة من نفسنا. طيب جبتيه بكام برضو؟ بص هو مش كان المفروض التفاح كان بحاجة و90 أو ب100 معرفش، بس هو اداهوني ب150 وبيقول إن هو عشان يعني فريش وسليم مش بايظ وكده يعني وبتاع، اديته 150. نعم 150 وهيوريني أصلا كده؟ رهام هو انت ما بتبصيش؟ هو انت بجد ما بتشوفيش الحاجات؟ هو انت مش شايفة؟ بصي يعني ده الأعمى يشوفها. بصي التفاحة نصها مقطوعة واصلا بايظة ومش سليمة. انت ازاي اديتيله 150 وازاي صدقتي اصلا كده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده احيه؟ ايه ده؟ شفتي بقى انك اصلا انت يعني هو نصب عليكي وهو اخد منك فلوس زياده، وحتى حاجات ما كانتش سليمه. قولك ماشي هناكل يعني صحه وعافيه وتوفي في الفلوس مش مهم هيجي بدلها، لكن يعني كمان يعني دفعتي كل ده وفي الاخر التفاح اصلا مش هيتاكل وهيترمي. طب اعمل ايه طيب يا سنين؟ ارجع تاني؟ ما ترجعيش يا رهام، كفايه انت زهقتيني. انت كل مره على كده يتنصب عليكي، حرام عليكي بجد، حرام عليكي الفلوس. والله يا سنين ما كانش قصدي والله. رهام ادخلي غيري وشوفي هتهببي ايه في اللي انت هببتيه ده. يعني عزمتي من غير ما تقولي لي واتضحك عليكي واتنصب عليكي واخدتي حاجات بايظه ودفعتي فيها 150 جنيه. غوري من وشي يا رهام، غوري. حاضر. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام استاذة امال، نورتي. بقولك ايه يا ابني، انا كنت عايزة الدواء اللي في الروشتة بتاعت الدكتور. ده بالظبط، معلش كده، او هو ده. وريني كده. بصي هو انا اسف يعني على الكلام، بس للاسف الدواء اللي موجود في الروشتة ده لسه خالص من شوية، وهو اصلا ما بقاش بينزل السوق كتير دلوقتي، فمش هتلاقيه في الصيدليات. وتقريبا انا كانت الصيدلية الوحيدة اللي فيها الدواء ده، ومن كتر الطلب عليه هو خلص، لان هو المنتج كويس جدا يعني ومعروف من زمان. فهو للاسف ما بقاش بينزل في الصيدليات دلوقتي ولا في السوق، وبقى لو بينزل في اي صيدلية الناس كلها بقت بتشتريه، فما بقاش بيبقى موجود دلوقتي. بس انا عندي حل، عندي دواء نفس التركيز بتاعه وبرضه نفس المواد يعني، بس هو حاجة تانية يعني. اديني ثانية واحدة واكون جايبهم. خلاص تمام، اي حاجة بس انا محتاجة الدواء قوي. خلاص تمام، خليكي بس كده مكانك، ولو عايزة تقعدي في كرسي جوه. فين الدواء؟ اهو هو ده. ثانية، برضو اعتقد هتحتاج الدواء ده برضو قوي، فهديهولها. بصي انا اديتك كده دواء نفس برضو اللي هو المفعول والتركيز بتاع الدواء اللي هو مش موجود، واديتك كمان برضو مرهم ادهنيه برضو علشان خاطر يعني بيحسن برضو. يعني انا كتير قوي قالوا يعني قولي كده من نفس حالة حضرتك يعني، فانا انصح حضرتك بالادوية اللي انا اديتها لحضرتك دي، وهي مش غالية خالص، لا بالعكس سعرها كويس بالنسبة للمفعول بتاعها. تمام. طيب كام الحساب؟ استني بالظبط كده، الحساب 200 جنيه بالظبط. خلاص تمام. اتفضل يا ابني. تمام اتفضلي.
شكرا يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجد أنا بحب أوي أفضل قاعد هنا كده من صباحية ربنا، بسمع كده في الراديو ساعة القرآن الكريم وأقعد أرتاح كده. والله بتبقى الحياة حلوة أوي هنا، وكمان بقى بجيب طبق الأكل بتاعي وبظبط حالي أصلا، يعني أنا قاعد لوحدي في البيت. وحشني شليم لما كان بيجي يفطر معايا ويقول لي تعالى نلعب شوية. كان صغير بقى. يلا أيام جاية كتير. اوكي الحمد لله كده انا عملت الطماطم صلصة وحطيتها كده في الحلة بتستوي تمام. ودي البطاطس في القطاعة هقطعها دلوقتي عشان اعمل صينية البطاطس ورز. I think ان هو بس كده وخلاص، فاضل اللحمة والبصل. ثانية، هو اللي في بالي ده صح؟ هو النور قطع وسليم مش موجود وكده محدش هيقولي النور هيجي امتى وقطع عندنا بس ولا في العمارة كلها. ثانية،